بعد الابهار اللي قدمته قطر في حفل الافتتاح، حفل افتتاح خفيف وظريف وحاجه حلوه خالص، جه المنتخب في اول ماتش بصراحه عكنن علينا كلنا. بص يا علي، عشان اقسم بالله انا مخنوق. انا كل اللي عمله قطر النهارده في اليوم باص، كل الشجره بوظت في الماتش. في استاد البيت الكبير قطر هتخرج من الباب الصغير، فاهم يعني؟ اللي هو انت في استادك وفي بيتك في البيت الكبير، قطر طلعت من اعفن باب في الاستاد. عشان نخش بس بسرعه في الموضوع، انا عايز افهم حاجه بس، انتوا ليه نازلين متوترين؟ هو لا خايفين؟ مش قطر الصراحه، هي كلمه حق يعني. انت مصر ضد الأرجواي، السعودية ضد روسيا، حلو. كل المنتخبات العربية في البطولات العالمية مستواها زي الزفت ما عدا الجزائر. دخلت في نقطة حلوة اهو، ما هو ان يكون استثناء فريق واحد فدي قاعدة، فانت هتتكلم عن القاعدة بشكل عام. ماشي، انت ليه كعربي بتخاف من اي حد اجنبي؟ اي اسم اجنبي لا يا عم، ده ليه ما بيطيرش؟ اقسم بالله ما بيطير، ما تلعب لعبك العادي. ده يا عمي هتلعب ايه؟ ده حارس مرمى نعسان، هجوم تعبان، خط دفاع كحيان، فاهم؟ نص ملعب نعسان. عشان ما حدش يقول قطر هي اللي خسرت. على الناحيه الثانيه الاكوادور عملت ماتش كبير وغفلت وعزلت الفجع وقفلت ملعب وكانت منتشره وكانت هي اللي عندها يعني. مثلا بعد الهدف الاول اتلغى، احنا قلنا ايه؟ التوتر هيقل شويه عن قطر وهيبداوا يلعبوا، لا ده توتر اكتر. والاغرب في الموضوع الاكوادور عايزه تضغط تجيب الهدف اصلا، يعني ضغطوا جابت الهدف الاول، بعد الهدف الاول لا مش هيهدوا، ده ضغطوا عشان يجيبوا الهدف الثاني. هي الاكوادور دارسه المجموعه كويس، عارفه ان قطر ده اقل تيم في المجموعه. دي لك عامل لها حفل، دي لك واخد منه 3 نقاط، وبعد كده هلاعب السنغال في هولندا، لو خدت بونط من ده وبونط من ده صعدت. عادي انه فريق يبقى متقدم واحد عايز يجيب الثاني ويغله ويعمل كده. الاغرب في الموضوع ايه؟ قطر ما فيش ردة فعل، ما فيش ردة فعل بعد ولا هدف، ما فيش هجمه. التصويب في الدقيقه كام؟ 80. وفي الشوط الاول في الدقيقه كام؟ 45 خلصت، في الدقيقه 50 عشان خاطر بقى في 5 دقائق الا ثانيه الكره اوفر اترفع وجت في دماغ المعز علي، خلص في دماغ المعز علي. المفروض تبقى فيك ليك ردة فعل اعلى من كده. انت ما الجماهير والتنظيم وكاس العالم في قطر في دوله عربيه دي كله يديك دفع انك تغل. بعدين انت لو مش فيهمك فني، فين البدني؟ فين الضغط؟ فين القتال؟ قطر لعبت في كوبا امريكا، لعبت في اسيا واخده بطوله اسيا، لعبت في بطوله اوروبا شرفيه، ناقص بس كانت قطر تلعب في الدوري المصري عشان تستعد للمونديال. معسكره 30 يوم، واخده اللعيبه من انديتها قبل الكاس العالمي ب 30 يوم، واخد 13 لعيب بس من نادي السد القطر. اذا اللعيبه دي منسجم، عندها انسجام، وانت مجنس لعيبه من على اعلى مستوى كله، فانت عايز يعني انت مستني ايه؟ سيبك من قطر شابوه، دي لا يقلل من تنظيم قطر كاس عالم في اي شيء، دي منتخب ملوش علاقه بالتنظيم، لا يقلل من حفل الافتتاح المبهر، لا يقلل من تنظيم دخول الجميع، وكل دي لا يقلل من، بس احنا بنتكلم كنا عايزين التابلو البرواز في الاخر يبقى حاجه حلوه. والله انا لحد الان عم افكر ليه يعني. واللي احرق دمك الماتش خلص الشوط الاول، اول 20 دقيقه الماتش خلص، لعيبه قطر رموا فوق. طب ليه يا حبيبي؟ يا حبيبي خش اضغط، انت خلاص الماتش اتغلب، انسى المدير الفني، كده كلامه ما بيجيش مفيد بالنسبه لك، انت اضغط من قدام ضغط عالي وموت نفسك بدني يا عم، من غير بدني ولا مدير فني ولا جماهير ولا اي حاجه، انت مش صعبان عليك شكل النظام يبوظ؟ كمل اللقطه. بس احنا ما كناش عشمانين فيك انك انت تكسب 5-0، ولا احنا عاوزين منك تعادل 0-0 1-0 بالعافيه. انت قطر ما عدتش دور مجموعات اصلا، بس قدمت اداء كويس يحترم، شابوه، احنا هنسقفوا له. انت عملت اللي عليك، انت اول ما تصعد كاس عالم، انت صعدته معلش بفلوسك يعني زي ما هنقول، جبت الكاس عالم عندك زي بالظبط زي بوشكاش. ايوه انا مش هروح كاس عالم، بس انا هجيب كاس عالم عندي. ففي الاخر دي لا ينال من تنظيم بطوله في اي شيء، عشان ما يطلعش حد يلوك ويطلع يتكلم، والغربيين هيطلع يقول لك اهو ديك الناس اللي بتنظم شوف تلعب ازاي، ملوش علاقه انك تبقى اول منتخب يخسر في اول منتخب منظم يخسر ماتش افتتاح. اسالك سؤال، اسال الناس سؤال، ماذا استفادت المنتخبات العربيه من الحالات الدفاعيه؟ انا نفسي واحد يطلع يقول لي استفدنا ايه لما دفعنا. احنا دفعنا في مصر، دفعت في 2018، السعوديه دفعت في 2018، تونس دفعت، المغرب دفعت، قطر دفعت، لسه اللي جاي هيدافع المغرب وتونس برضه. ابراهيموفيتش قال لك لو المنتخبات العربيه كلهم دخلوا في مجموعه واحده ما حدش يصعد منهم. استفدنا ايه من الدفاع؟ انت تعال اطلع قول لي واحد مدير فني معاه لعيبه السد والدحيل واحسن لعيبه في اسيا بيدافع ليه؟ طب بعيد عن انت كمدير فني فين تبديلاتك؟ انت وانت بتكلمني قلت لي احسن ناس هتلعب، قلت لك ما اللي جوه اصلا مش شايفين. حتى عنده دفاعيه اللي بره اعلى، عنده حماسه لسه في نفس، عاوز يلعب يا عم، عاوز انا ابدا اساس المصريين الجايين. احنا كمنتخبات عربيه بالنسبه لاوروبا بالنسبه لكاس العالم منتخبات ضعيفه صح؟ تصنيفنا ثالث او رابع، اذا انت مش من المصنفين انهم يصعدوا،
فانت اوريدي مش صاعد، ما تقدم كورتك. حسن شحاته قال المنتخب لك كيف 2018 لو كان الدفاع رجل لقتلته. ده في ماتش مين؟ في ماتش مصر وروسيا لما كنا مهزومين من الاورجواي 1-0. فقال لك لو جاب لها السعوديه لعبه مع الاورجواي وكانت كسبت الاورجواي فضمنت الصوت مع روسيا. ايوه في الاول كان فقال لك العب هاجم، حتى قالها بالتونسي، قال لك كوبر يقول لكم باش تدافعوا انتوا تقولوا لا باش نهاجم، يعني هو يقول لكم دافعوا خلاص انت طالع، خلاص انا طلعت. انت طالع، انت مستني ايه من الدفاع؟ يا عم فرح الناس يا عم، العبوا كوره لله. انا قلت في ماتش قطر انت في الاخر خسرت 2-0 يا عم، في اخر نص ساعه اعمل تاكلينجات وحتى خلي اخر لقطه بالنسبه للجمهور عليك في الماتش كويس عشان الجمهور يحس انك طالع عامل عليك، هيعمل لك يسقف لك في الاخر. الماتش هيعدي، هو في الاخر ماتش عدى، بس احنا بنتكلم في الفكره بشكل عام. ليه احنا ليه بنخاف؟ ما تلعب لعبك، ما انت قدامي هتكسر الدنيا وقدام غيري في افريقيا وفي اسيا هتكسر الدنيا، ما انت بطل اسيا ولاعب زي ما قال 30,000 بطوله و30 يوم. استعديت كويس، ثالث العرب واسيا واوروبا وامريكا، لا انت ناقص تيجي تلعب فعلا في الدوري المصري. احنا كل الدعم قطر مكمل لحد الاخر، احنا قطر مش يا باشا احنا مش المنتخب، احنا بنتكلم عن المنتخب عشان يطلع ناس تقول لك احنا قطر مش منتخب. احنا قطر بالنسبه لنا بتنظم احسن كاس عالم في التاريخ، احنا في ظهر قطر للاخر، وباذن الله الماتشات الجايه هتكون قدر موفق فيها، حتى لو طلعت بونت او حتى لو طلعوا ب2 بونت في الاخر هيبقوا كويسين مش هيبقوا وحشين. واللي عجبك تشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد.